دايما عندنا مشكله كده ان لا ابني ما يقعدش ورا، معلش لا هما بيعملوا كده ليه ورا؟ لا انا ابني مش هيقعد ورا، انا ابني هياخد الكرسيين اللي جنب المدرس قدام، معلش انا حره. وتلاقي مبررات غريبه بقى، ما بياكلش جبنه، نظره ضعيف، اي حاجه، المهم ان الواد يقعد قدام. فانت تيجي تبص على الموضوع من فوق كده تلاقي ان في الديسك الاول ده واجهه مريانه مكويه، كوتشي ابيض نظيف، سندوتشات جبنه رومي، وفاكهه وبتاع. ورا تلاقي تكاتك ورا وعربيات كبده ورا، فاهم؟ واحده بترش ميه غسيل كده وحاسبه وليه فيها رجاله ورا، واللي عامل درج كده بيبيع في سجاير كليوباترا لاجل الرزق بس، فاهم؟ وجنب واحد بيقدح زيت، فاهم؟ في تفاصيل. والله. وحتى المدرس، يعني انا افتكر ان المدرس ما كانش بيتعامل معاهم زي ما بيتعاملش معانا زي اللي ورا، لا خالص. يعني اللي قدام، اللي قاعد قدام غلط بيتضرب، افتح ايدك وبنعمل كده وبنتضرب. ورا يفك الحزام، انت جاي معاك بايه يا رب؟ فاهم؟ جاي معاك بايه؟ ويكلم مدرس تاني، انا في ثالثه اول في الموقف ورا، فاهم؟ في كده. و حتى هم احنا كان معانا زمزميات قدام، زمزميه ورا كان معاهم المشط بتاع عادل امام بتاع فاكرين؟ اللي هو يطلعوا كده شد كده، فاهم؟ وتلاقيه جاي لك كده سكران كده يقول لك المعلم بيقول لك حد جاب السؤال اهو. فانت تبص كده على المعلم تلاقيه بيرفع لك الكاس كده. احنا في سجن برازيلي، مش في مدرسه حكومي.